امتى بستخدم الراستر جرافيك وامتى بستخدم الفيكتور جرافيك؟ قبل ما اقرر لازم اكون فاهم الفرق الاساسي بينهم الاول. الراستر جرافيك هو عباره عن بيكسلز مرصوصه بالطول والعرض، وكل بيكسل ليها لون، وده المنطقي لان الشاشه والبرينتر ومعظم وسائل العرض بتعرض في الاخر بيكسلز او نقط بالوان مختلفه، وبالتالي الراستر جرافيك هو ترجمه حرفيه اللي بيتعرض على السكرين وبيتخزن في ملف راستر زي الصوره مثلا. فضلنا شغالين على كده لحد ما ابتدت تظهر مشاكل. مثلا لو حبيت تنتج صوره كبيره فيها ملايين البيكسلز، حجم الراستر هيكبر لانه زي ما قلنا بيخزن قيمه كل بيكسل. والاسوأ انك لو حبيت تطبع صوره مقاس كارت 5:7 على لوحه اعلانيه كبيره بيلبورد على كوبري اكتوبر مثلا، هتكون الصوره صغيره وهتبكسل منك ولازم تعيد انتاجها بالحجم الكبير. ومن هنا جت الفكره، لو انا عندي دايره صفراء مثلا وكبيره فيها ملايين البيكسلز، انهي الاسهل؟ اني اخزن كل البيكسلز دي واللي ليهم نفس اللون الاصفر، ولا اني اخزن معادله رسم الدايره x² + y² يساوي r²؟ بالتاكيد المعادله اسهل في التخزين، هخزن معاها لون الدايره. المعادله الرياضيه دي هي الفيكتور، وبالتالي الفيكتور جرافيك هو شويه معادلات والوان بيترسموا من الاول على الشاشه اول ما تفتح الفايل وتحدد له انت عاوزه يرسمه على كام بيكسل، وبكده حلينا مشكله المقاس وحجم الملف. في الفيديو الجاي هشرح امثله من كل نوع ومميزاته وعيوب. لو انت مهتم ما تنساش السبسكرايب والفولو. نكمل. اهم امثله الراستر هي الصوره، واهم امثله الفيكتور ببساطه اي حاجه تقدر تكبرها براحتك وما تبكسلش، زي الفونتس بتاعت الوورد او ملفات تصميمات PDF. الراستر او البيكسل جرافيك بتتخزن في ملفات زي الBMP والJPG والTIFF وغيره. الفيكتور جرافيك بتتخزن في ملفات زي PDF وAI وSVG. طبعا اي حد كده هيتوقع ان الفيكتور جرافيك احسن في كل حاجه. خليني ازيدك من الشعر بيت واقول لك لا، ليه عيوب تخلينا ما نقدرش نستغنى عن الراستر، ومن اهم عيوبه اللي جاي. اولا صعب تطلع بيه صور حقيقيه، هو في النهاية معادلات رياضية لخطوط ومنحنيات ومش ممكن يرسم الراندومنس اللي في الصور الحقيقية. ثانيا كل مرة بتفتح الفايل بيترسم من الأول مش بيتعرض، وده بيخلي الأداء بتاعه بيختلف من برنامج لبرنامج ومن ملف لملف حسب تعقيده بعكس الصور. طيب بنستخدم ايه امتى؟ الفيكتور حلو قوي في الجرافيك ديزاين، خاصة انه غير مرتبط بريزوليوشن ومش ممكن يبكسل، فبالتالي بتعمل الديزاين مرة واحدة بس وبعد كده بتطبعه بقى بأي مقاس، سواء على ورق شركة أو في كارت أو في إعلان كبير براحتك. الفيكتور حلو قوي لعمل الديزاينز اللي فيها اشكال ومنحنيات هندسيه وبيبقى دقيق جدا زي ما توقعته. اي حاجه هدخلها على الكمبيوتر بديجيتال كاميرا زي تصوير المنتجات والاعلان لازم تبقى راستر. اخر حاجه الراستر حلو جدا للحصول على ديزاينات بالوان حقيقيه.